تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية. ما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء الفل والهنا على كل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. دقت الساعة كام كده؟ 7:30. يبقى جه ميعاد حلقة جديدة من برنامجنا ما تتغفلش. استنوني هنا كل يوم خميس في نفس الميعاد. لأول مرة بيسمعني، هنا في كل حلقة بنروح نشوف صورة حقيقية، يعني بتحكي حكاية حقيقية. بس لازم تبص كويس، لأن مش دايما عينك بتكون مورياك كل حاجة، عشان فجأة هتلاقي بلوت تويست قلب كل الحكاية. فما تتغفلش، ويلا حالا نروح نشوف صورة النهاردة. اللقطة حصلت في البرازيل سنة 2012. هتشوف صورة واحد اسمه جيلبرتو أروخو. اسمه جيلبرتو عموما. الصورة دي متعلقة على حيطان القرية، ومكتوب تحتها ارقد في سلام. وهتشوف جنازة كبيرة وماشي فيها سكان القرية كلهم، وأهله وكل ما عارفه بقى، مامته وأخوه وكل جيرانه. جيلبرتو كان عنده 41 سنة، وكان بيشتغل عامل تنظيف وغسيل العربيات. بقاله فترة كبيرة مختفي عن قريته، لأنه كان قايل لأهله إنه مسافر يدور على شغل في قرية تانية. وفي نفس الوقت ده الشرطة لقت جثته مقتول في قرية مختلفة، وعلى طول راحوا وبعتوا لأخوه خوسيه علشان يروح بسرعة يشوفه في المشرحة. وأول ما شافه قال فعلا ده جيلبرتو أخويا، وعملوا الجنازة في ساعتها وكفنوه. لو دققت بقى في الصورة شوية، في واحد ماشي وسط الجنازة مذهول. وكانت المفاجأة، الشخص ده جيلبرتو نفسه. رجع من السفر ومش فاهم أي حاجة، وكان ماشي في جنازته هو. شاف واحد من صحابه، اتخض واتفزع طبعا، وقال له التابوت والكفن اللي انت شايفه ده انت اللي موجود جواه جيلبرتو. رد عليه وقال له انا عايش. طيب جرب اقرصني كده. طبعا صاحبه جري، ووجوده خوف الناس كلها، وفي كتير منهم جري. ففكر وقالك انا لو رحت قلت لأهلي ممكن يتصدموا ويجرى لهم حاجة، فجرب امهد لهم كده بان اتصل بيهم في التليفون واقول لهم اني عايش. بس برضو ما صدقوهوش، وقالوا ده اكيد واحد قاصد يعمل فينا مقلب. قال ما بدهاش بقى، جري على بيتهم، واول ما وصل شاف مامته. اول ما لمحته صوتت واغمى عليها. طبعا دي اقل حاجة، بس بعد ما فاقت فرحت اكيد فرحة مش عادية. حتى لما جت الصحف والمجلات يعملوا معاها لقاءات، كانت كل اللي بتقوله انا كان عندي جواه كده ميكس مشاعر بين الرعب والفرحة، لان ازاي كل الناس قالوا لها ان ابنها مات خلاص وحضرت بنفسها جنازته، فجأة تلاقيه واقف قدامها وعايش. فاكيد كل اللي هحسه مش هيكون عادي. تعال بقى اما اقولك اللخبطة دي حصلت ازاي. البوليس لما لقى القتيل لقى معاه اثبات انه شغال برضه نفس وظيفة جيلبرتو، عامل نظافة وغسيل عربيات. مش بس كده، ده في شبه كبير قوي بينهم. فلما بعتوا لأخوه يشوف جثته في المشرحة، صدق إن هو جيلبرتو، لأن الجثة كمان ما كانتش باينة قوي، ملامحها مش واضحة علشان للأسف كانت مشوهة. والشرطة أكدت فعلا إن ليه حق يتلخبط. بس بعد بحث كتير لقوا إن الجثة دي لواحد اسمه سانتوس جاما. والآن خلصت حلقتنا، وهنقلب صورة النهاردة. واستنوني هنا كل خميس الساعة 7:30 بالظبط مع صورة جديدة بحكاية حقيقية جديدة. بس ركز كويس عشان ما تتغفلش. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش. ركز علشان ما تتغفلش.